بتحصل على واحدة من أهم التأشيرات اللي كتير من إخواتنا في الدول العربية بيدوروا عليها، وهي تأشيرة الدراسة. تأشيرة الدراسة في ليتوانيا يا جماعة واحدة من الحاجات المهمة، التأشيرات المهمة اللي الناس كتيرة بتدور عليها. طيب تأشيرة الدراسة في ليتوانيا بتتيح لك طبعا إن أنت تدرس في ليتوانيا بشكل منتظم، وطبعا بتطلع لك في الأول بمدة سنة، وبعد كده بتتجدد كل سنة. طبعا الاوائل مطلوبه عشان تقدم على تاشيره الدراسه في ليتوانيا. اول حاجه بتملى استماره طلب التاشيره، وطبعا بيبقى معاك جواز السفر وصور شخصيه ليك، بجانب واحد من اهم الحاجات اللي لازم هيطلبوها منك في السفاره، وهو خطاب قبول في الجامعه. يعني لازم تكون عندك خطاب من اي جامعه او معهد معترف بيه في ليتوانيا ان هم قابلوك في الدراسه في ليتوانيا. وطبعا اثبات السكن، لازم تكون عندك تحجز سكن في ليتوانيا بالفتره اللي انت تقعدها في ليتوانيا. يعني انت لازم يكون عندك سكن كطالب، او لو مثلا الجامعه اللي انت مقدم فيها سكن طلابي، فانت بتتواصل معاهم على اساس ان انت تحجز سكن طلابي عندهم. خامس حاجة إثبات القدرة المالية. طبعا ده مثلا لو والدك هو اللي هيدفع لك مصاريف الدراسة، بيبقى لازم إثبات القدرة المالية إن أنت أقل حاجة يكون شهريا 150 يورو في الشهر، أقل حاجة تكون شهريا معاك. ده للسكن، للحاجات أكل الشرب، مواصلات، حاجات خفيفة زي دي. فدي لازم أقل حاجة تكون عندك رصيد، طبعا بعد ما تكون دافع مصاريف الدراسة. يعني لازم تكون معاك خطاب بدفع قيمة الدراسة للسنة الأولانية. لازم دي برضو من الحاجات اللي بتطلب هناك. ولازم برضو يكون معاك تأمين صحي بيغطي على الأقل فترة السنة اللي انت بتقعدها في ليتوانيا. كمان برضو يكون معاك إيصال دفع رسوم الدراسة، وإيصال دفع رسوم التأشيرة. دي كلها الحاجات اللي بيطلبوها منك عشان تقدم على تأشيرة الدراسة في ليتوانيا. سعر تأشيرة الدراسة بتدفعها في سفارة ليتوانيا بتبقى حوالي 120 يورو.